غير اللي جواك هتلاقي اللي بره اتعدل لوحده. طول عمرنا بنغير على التغيير، نقول لو الناس اتغيرت، لو الظروف اتصلحت، لو ربنا سبحانه وتعالى رزقني وقتها حياتي هتبقى أحسن. بس مفيش حد فينا بيسأل نفسه السؤال: هو أنا اتغيرت؟ أول خطوة في أي بداية جديدة مش براك، أول خطوة بتكون جواك أنت ممكن تكون شايل هم، ممكن تكون شايل زعل، ممكن تكون شايل غل لحد. الحاجات دي عاملة زي الحجر اللي متعلق في رقبتك، كل ما تحاول تعوم بتغرقك أكتر. جرب كده تسامح، مش علشان اللي قدامك يستاهل، لكن علشان أنت تستاهل ترتاح. وجرب تتغافل، مش ضعف، والله مش بتكون ضعف، دي بتكون قوة. وبعدين بص حواليك، هتلاقي الدنيا بتتفتح من حواليك بطريقة أنت ممكن ما تكونش متخيلها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني التغيير بيبدأ من جواك أنت، مش من الظروف. وعلشان كده لو عندك حلم أو نفسك توصل لحاجة، ابدأ بنفسك، اتعلم وطور وقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وشوف الدنيا هتتغير ازاي من حواليك. ولو الناس ضايقتك عادي، كمل زي ما انت. اللي بيعمل خير بيتهاجم، واللي بيفضل ساكت بيتقال عليه ضعيف. بس خلي بالك، رضا الناس مش هدف، رضا ربنا سبحانه وتعالى هو الهدف الحقيقي ليك. عيش حياتك بسيط وهادي ومؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى شايف تعبك. اشتغل واتعب واعمل اللي عليك، وكل حاجة انت بتدعي بيها ربنا سبحانه وتعالى هتيجي، بس لما قلبك يكون مستعد يستقبلها. وفي الاخر، لو حابب تبدأ بداية جديدة، اقطع اول خطوة، غير اللي جواك، هتلاقي اللي براك اتعدل لوحده.